بعت أرض من 20 عاما بحوالي 2000 جنيه، أخذت منها 1000 والباقي بعد 20 سنة، هل أخذها 1000 وفقا لعقد البيع أم على السعر الجديد لأن الأرض ارتفع سعرها؟ ينظر في هذه الحال إلى شيء: هل أخل المشتري بالوقت الوفاء بالديون أم لم يخل؟ هل أخل لإعسار أو لغير إعسار؟ فكل هذه المسائل تتبعها التفصيلات. نعم. طيب، سؤال برضو من سوريا بيقول: يوم 1 محرم في سوريا كان الخميس مش الجمعة، فهل يجب علينا صيام عاشوراء مع بلدنا أم على مكة؟ صم مع بلدك إذا كانت بلدك تتراءى الهلال. السؤال السابق يا سام لا يعني أننا نقول زيد المبلغ، لكن في تفصيل آخر. يعني لعل الأخ أو الأخت اللي بعت السؤال يبعتوه مفصلا. أنا ظننت بالجواء يعني ما أحببش أستطرد أن قضية مشابهة حصلت وتدخلنا فيها للفصل. أذكر مثالها للإخوان. طيب، فضل. رجل اشترى من 20 سنة 60 طن علف دجاج، وقال المشتري قال للبائع: غدا سأسلمك المبلغ، فسلمه على هذا الأساس. أخل بالسداد لمدة 15 سنة تقريبا، وجاء بعد أن رفع الآخر قضايا وغير ذلك وحكمت له بعد المدة الطويلة، جاء يريد أن يسلم المبلغ في الحين الذي كانت تضاعفت في الأسعار ما يقارب 20 ضعف. ففي هذه الحالة الظالمة، في هذه الواقعة التي فيها ظلم واضح بين، لا أستطيع أن أقول أخذ أكثر من مال، لكن أستطيع أن أقول انقض البيع لأنه هو الذي نقض. سلم له 20 طن، سلم له 60 طن كما أخذتم منه، ولا نكون وقعنا في ربا. فسيأتي ب60 طن بسعر الآن، بسعر المعاصر. أنت الذي نقضت عقد البيع. إيش كحل من الحلول التي يرفع بها الظلم؟ والله أعلم.